السلام عليكم ورحمة الله. منورين يا اخواتي اللي هتشوفوا الفيديو. حلقتنا النهاردة مميزة جدا جدا جدا. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن مواطن مصري أصيل. بس أرجو اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة، واللي مشترك في القناة يفعل زر الجرس ويدوس لايك ويعمل مشاركة للفيديو عشان صوتنا يوصل للجميع وقناتنا تكبر بيكم إن شاء الله. عم ربيع مواطن مصري أصيل بفطرته الجميلة. عرف ناس كتير أوي 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 إن مصر أصيلة بالفطرة. عم ربيع رجعنا لحضارة 7000 سنة. عم ربيع صح فينا حاجات كتير جدا كنا نسيناها. عم ربيع رجعنا لأيام أجدادنا وأجداد أجدادنا، يعني الناس الكبيرة اللي زي والدي ووالدك والناس الكبيرة دي فاهمة الكلام ده كويس، فاهمة يعني ايه أصالة ويعني ايه تاريخ ويعني ايه الجار كان بيخاف على جاره، وان الناس زمان كان الجار قبل ما بيروح بيطل على جاره يشوفه كل ما كلش، حتى لو ما عندوش اكل وعمل اكل كان بيوديله الاكل لحد البيت. لو كان بيعمل خبزة كان بيقسمها هو وجاره. كانوا بيقعدوا في الشارع قدام المصاطب زمان. عم ربيع فكرني بالحكاوي اللي كنت بسمعها من اهالينا بتاعت زمان، اكيد كلكم طبعا عارفينها. ازاي الجار كان بيروح لجاره، ازاي كانوا بيقفوا في الارض مع بعض، ازاي كانوا بيساعدوا بعض، ازاي لما كانت واحد في ازمة كانت البلد كلها بتقف معاه. عم ربيع فطرته الجميلة رجعتنا لزمن فات كان اجمل من الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، كان زمن الطيبين فعلا. عم ربيع راجل اصيل ويستاهل كل خير، والله يجازيه خير على اللي هو عمله وعلى فرحتنا الكبيرة. الناس كلها طبعا المصريين، كل اللي شاف الفيديو سواء خارج مصر او داخل مصر فرح طبعا انه مصري، لان دي حاجة كبيرة جدا كبيرة جدا 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 لما اي حد من الوطن العربي او الغربي يشوف اللي عمله عم ربيع وهو راجل مصري بالفطرة أصيل. السلام عليكم ورحمة الله. ومتنساش تشترك في القناة وتدوس زر اللايك وتعمل مشاركة للفيديو عشان صوتنا يوصل للجميع وقناتنا تكبر بيكم إن شاء الله.